السلام عليكم. أخي في الله، أترى هذه الجبال خلفي، كل هذا الخط من الجبال؟ تخيل أن يكون لك هذه الجبال من ذهب كلها لك، وتخيل أن تنفقها في سبيل الله. لا يا شيخ، أنا لما يكون عندي جبال كلها بدي أنفقها، طب بنفق لي جبل. لا، تخيل أن تنفقها كلها في سبيل الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول حديث عظيم جدا تأخذ به أجر من أنفق مثل هذا الجبل أو مثل هذه الجبال في سبيل الله من الذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله، قال: من هابه الليل أن يكابده، حس الليل قصير وما قادر يصلي قيام الليل، وبخل بالمال أن ينفقه، يعني ما معه مال كثير حتى ينفقه، أو يعني عنده التزامات كثيرة، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أعظم من جبل ذهب وفضة ينفقه الرجل في سبيل الله. يعني سبحان الله وبحمده جبل ذهب وفضة، جبل انفق في سبيل الله. سبحان الله وبحمده جبل آخر ذهب وفضة، انفق في سبيل الله. طول ما أنت عم تقول سبحان الله وبحمده جبال ذهب وفضة تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، فأكثر منها. مش بس هيك، لما تعلم الناس يقولوا هالذكر، كل ما واحد يقول سبحان الله وبحمده بسببك جبل ذهب وفضة في ميزان حسناتك. فبادر إلى الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.